التربية ليها علاقة بالجغرافيا. ايه تفسير الكلام ده؟ كل مجتمع له خصوصية ثقافية، ومن الخصوصيات دي مسألة الفردية. المجتمعات الغربية بشكل عام شعوب فردية، العيل من دول يبقى 18 سنة يخرج من البيت ويستقل بحياته، والأهل مش ملزمين ناحيته بأي حاجة، فنمط التربية بتاعه لازم يبقى متوافق مع نمط الحياة ده، بيهيئه ان هو يستقل ويبعد عن العيله ويديه المهارات اللي تخليه سرفايف في العالم من غيرهم. لكن عندنا كمجتمعات جماعيه الموضوع مختلف شويه، احنا بتوع الجدعنه والعشم والعيله والعزوه والشله، كل واحد مننا بيستمد دعم نفسي من مجموعه من الناس، ومن المفيد انه يكتسب الروابط الاجتماعيه دي. في امريكا لما يحبوا يعيبوا على واحد يقول لك ده عايش مع امه، في حين ان في كتير من الدول العربيه لو الابن عايش جنب ابوه وامه بيعتبر ابن بار وابن اصول. يعني المجتمعات الفرديه مش بتدي العلاقات الاسريه نفس الوزن والاهميه، وزي ما احنا عندنا الامراض الاجتماعيه بتاعتنا، هم كمان عندهم الامراض الاجتماعيه بتاعتهم. دي مجتمعات فيها الاب الهارب والام السنجل وهجر البيت، والظواهر دي متكرره لدرجه ان بقى لها اسم. لكن احنا عندنا العكس، مفيش حد بيسيب البيت بعد ما يبقى 18 سنة. لسه فكرة الأسرة والعزوة وصلة الرحم قيم عليا عندنا.